هل فعلا أغنية شعبان عبد الرحيم دي كانت سبب في إقالة عمرو موسى من وزارة الخارجية؟ إيه الحكاية؟ تعال أقول لك. وان شاء الله موت قتيل او اخش المعتاد. في 2001 تم إقالة عمرو موسى من منصبه كوزير خارجية. الخبر ده ما كانش كويس أبداً بالنسبة لمعظم الشعب المصري، لأن عمرو موسى كان وما زال له شعبية كبيرة جدا، ده غير إنه كان راجل سياسي محترم جدا وأيقونة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والعربية، وبصراحة مثل مصر خير تمثيل. حتى له لقاءات ومداخلات مشهورة جدا، أشهرهم مع CNN مع بعض ممثلي الكيان. والحقيقة اللي كان بيدخل مع عمرو موسى أي مداخلة كان بيزعل. المهم الناس تجيبها يمين تجيبها شمال، ما ينفعش يا جماعة الراجل ده ما يطولش في المنصب ده أكتر من كده. حللوها سياسيا مش راكبة برضه، بس كانت واحدة من التحليلات الشعبية اللي أجمع عليها الكل. واتكلم في الموضوع ده الناقد السينمائي أمير العمري في القعدة اللي جمعته بالناقد السينمائي سمير فريد، اللي تكهنوا فيها إن عمرو موسى يعتبر أول وزير في التاريخ الحديث أو القديم يتعمل له أغنية باسمه. لا واللي يغنيها له كمان إيه، راجل شعبي بسيط جدا، لا له في السياسة ولا بيطبل ولا معروف أصلا. ودي كانت أغنية أنا بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى اللي غناها شعبان عبد الرحيم سنة 2000، واللي اتقال إن بسببها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك يقيل عمرو موسى من منصبه. واللي أكد على الموضوع ده الصحفي منصور حامد، خصوصا ان الاغنيه دي في وقتها كسرت الدنيا، لا وكمان وصلت لطبقات بسيطه جدا. وقال كمان عمرو موسى في مذكراته ان المؤشرات كلها في السنه دي كانت بتدل ان هو هيسيب الوزاره، يعني من الاخر كان في تلكيك، لكن في حاجه ظريفه كده حصلت هي اللي جابت اخرها، وهي اغنيه شعبولة اللي كرر فيها جمله بحب عمرو موسى، خصوصا ان الاجواء ساعتها كانت مشحونه جدا بسبب الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه. وقال كمان عمرو موسى في مذكراته ان الاغنيه دي اتقدمت على طبق من ذهب لكل اللي كان عينه على الوزاره في وقتها. واللي كبر الموضوع بقى ان الاغنيه انتشرت انتشار عالمي مش محلي بس. بالمناسبه عمرو موسى ما سمعش الاغنيه دي غير لما حصل اعتراضات من الكيان عليها، وقلبوا الدنيا وقتها وبعتوا للاداره المصريه ان لازم الاغنيه دي تتوقف. وقتها عمرو موسى جاله واحد صاحبه وقام سمعه الاغنيه، وقام مره واحده قايل الله يخرب بيتك يا شعبان يا عبد الرحيم، كده الموضوع هيخلص بسرعه يا عمرو بيه، اللي هو يعني ان عمرو موسى هيسيب الوزاره في وقت اقصر ما كانوا متخيلين. راح ردد عمرو موسى قال له يا راجل كفايه عليا قوي 10 سنين في خدمه الوزاره، وبعدين دي حاجه حلوه قوي ان تنتهي خدمتي على الحان وايه. واحب عمرو موسى كلامه الموزون. بس برضه أكد في مذكراته إن دي مش السبب الرئيسي لإنهاء خدمته، لكنها كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير. الأغنية دي بقى اللي غناها شعبولة من 25 سنة بكلمات بسيطة جدا دخلت قلب العالم كله ومستمرة لحد وقتنا ده. الأغنية دي كانت سبب في شهرة الفنان شعبي مصري بسيط جدا دافع عن القضية بطريقته. وبالمناسبة وقتها شركة ماكدونالدز اللي كانت عاملة حملة نكفة في البسوط شعبان عبد الرحيم سحبت الإعلان بسبب الأغنية دي. كان رد شعبولة وقتها إن هو ما يعرفش الشركة دي،